ملك المغرب محمد السادس انا شفته في شرم الشيخ. والله ده حصل، والله ده حصل. انا شفت واحد في شرم الشيخ معدي كده بشورت وتيشيرت وشبشب في رجليه، ومعدي في الفندق. كنا بنصور فيلم، ومعدي في الفندق كده عادي جدا، وقاعد اقول ايه سبحان الله، الراجل ده يشبه الملك محمد السادس كويس. فكان جنبي احمد نادر جلال، يا فعلا يخلق بالشبه 40 كويس. عدى اليوم عادي وبتاع، ونزلنا حمام السباحه، فلقينا الراجل ده بيعوم عادي جدا مفيش اي حاجه خالص. وهو طالع جلاله الملك حضرتك هتاخد الغدا في جلاله الملك. هو ده الملك اللي كان قاعد معانا؟ ده قاعد كده حاجه زي كده. وبعدين قابلناه في المطعم، فقلنا نرحب بيه، لقينا الراجل محرج يكلمنا كفنانين، وقال انا تسمحوا لي اعزمكم في الاحتفال اللي انا عامله. وعمل الاحتفال بتاعه في الماريوت، عمل احتفال بوجوده في الماريوت، يعني بوجوده في مصر وكده. فعمل احتفال، من ضمن الاحتفال عزم نجوم مصر كلهم، وقف على باب القاعه بيستقبل بنفسه كل ضيف داخل. صدقني ده حصل. ف ايه ده عامل ازاي؟ لما رحنا مثلا مهرجان مراكش، الراجل لف على ترابيزه ما سابش حد في المهرجان ما سلمش عليه. وكل المهرجانات بتقام تحت رعايته وتحت وبعدين الملك وهو داخل، الشعب واقف على بره القاعه بيحيي الضيوف وكده. الملك وهو داخل راح للشعب سلم عليهم وكده، وبعدين دعا النجوم انهم يسلموا على الشعب بتاعه. ايه ده؟ ايه الدراما اللي احنا عشناها في المغرب ديت كويس. يبقى هذا الرجل واخوه اللي هو مولاي رشيد منتهى الاهتمام بالفن والفنانين. تعالى شوف عمل ايه، يعني وقف. متشكر ان حضرتك شرفتنا، نتمنى نشوفك دايما عندنا، مش عارف ايه بتاع، مع كل فنان جاي سواء مصري او اجنبي.